عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على النبي الكريم. ان شاء الله عليكم كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا درنا طاجين الخضر رائعة ولذيذ وشهي ومفيد على بركة الله. كما راكم تشوفوا هذه الوصفة ما تستغرق الوقت، ما تستغرق المكونات، يعني مكونات بسيطة ومتواجدة في كل منزل. نستغلوا الخضر تاعنا بوجبات هكذا مفيدة، نقدمهم بأشكال مختلفة. شوفوا البنات، اللفت والبسباس والجزر والبطاطا، كل هذه الخضر نديروا بهم هذا الطويجن الجميل على بركة الله. احنا باش نحتاجو في الطاجين نحطوه ينشف، ونحطو ملعقة زيت زيتون او زيت نباتي او الزبدة، وهنا نحطو كمية من البصل اللي قطعته قطع صغيرة، وهنا نقليوه جيدا. البصل تاعنا نقليوه جيدا ونحركوه. وهنا عندي الجزر مقطعة، عندي كمية من الجزر غسلتها وقطعتها نضيفها الى ذلك البصل. وهنا عندي كذلك كمية من البسباس نضيفها كذلك فوق الجزر الطاجين تاعنا. وهنا عندي كذلك كمية من اللفت قطعته وغسلته بهذا الشكل. وعندي كذلك كمية من البطاطا المقطعة بهذا الشكل الجميل. وهنا نتبلوه حسب يعني الرغبة والاختيار. وهنا نمرقوا الطاجين تاعنا بالماء الساخن بهذا الشكل ونخليوه يطيب لمدة حوالي نصف ساعة إلى 45 دقيقة بهذا الشكل. هاو الطاجين تاعنا بعد ما بدا يدخل الطياب نحركوه باش التوابل تاعنا يهبطوا لتحت بهذا الشكل الجميل والرائع واللذيذ ما شاء الله، لذيذ جدا. وفي الاخير نرشوا رشه مليحه معدنوس او قزبر حسب الاختيار. هذا الطاجين تاع الخضر ما شاء الله نتيجته روعه واقتصادي وصحي ومفيد. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وأريد كذلك منكم وضع علامة إعجاب تحت الفيديوهات لترى عند أكثر عدد من المشاهدين. إلى هنا وصلت إلى نهاية الفيديو مع هذه الوصفة الجميلة لنهار اليوم. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.